السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم معنا في قناه شيوات بيتيه. كنتمنى ان شاء الله يكون اموركم كلها مزيانه وعلى خير. اليوم غادي ندير لكم بريوات بالبطاطا. نخليكم تعرفوا على المكونات ديال هذه الوصفه، بقاو معنا. نبداو الفيديو ديالنا. اول حاجه انا شديت بطاطا وسلقتها ودابا غنمعكها مزيان مزيان. من عندي هذه كتجمعك حسن من الفورشات. صافي، هنا من بعد نمعكليها مزيان غادي نزيدو عليها المكونات الآتية. غنشربوا البصله ديالنا. المهم غادي نشحروا البصله ديالنا بشويه ديال الزيت والملحه ونرجع لكم بعد ما نشحرها. غنزيد جوج دفور ديال الثومه. انا نقيت دابا الكروفيت هنايا، غادي نشد الكروفيت غادي نقطع مربعات وغنضيفوا البصله ونشحرهم واحد شويه صافي ونزيدو مع البطاطا. من بعد ما طابت الحشوه ديالنا غادي نزيد على البطاطا. غنزيد عليها شويه ديال الفرماج الاحمر، معلقه ديال فرماج جبلي صافي ونمكسيو هادشي. صافي هنا من بعد ما ميكسيناها غنشدوها غنديروها على شكل اصابع، ندير شويه الزيت في يديا باش ما يسقش البطاطا. صافي كتجمع حتى شويه كتشكلوا على شكل سيجار. قلت لكم كديروا شويه الزيت، حطوا البطاطا القياس اللي بغيتي كتشكليها على شكل سيجار بحال هكا. مره اخرى صافي كنبقاو على هاد الطريقه هادي حتى كنشكلوا لي سيجار ديالنا كاملين. صافي غنشدو. انا هنا خديت نص كيلو ديال ورقه البسطيله، غنشدوها ونقطعوها مثلثات، يعني نقطعوها بحال هكا وبحال هكا. تقطع على النص ونشدوها هذه حتى هي نقطعوها. هذه غنخليها المثلثات الصغار وهذه غندير بها السيجار غيدير البطاطا. صافي فين الورقه معمركم ما تخليوها خارجه باش ما تنشفش، ديما ديروها في الميكا ديالها. صافي انا غنحل هذوك اللي عندي هنايا نخدم بهم. درتها ولا مازال؟ صافي انا هنا غنحلهم كاملين عاد نبدا نمونطي فيهم. صافي دابا تحط الورقه بحال هكا تهزي حتى تحطها على الوسط. صافي كنبقاو على هاد الطريقه هادي حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا كامله. كتلوي
وهذا هو الشكل النهائي ديال السيجار ديالنا من بعد ما قليته. انا هنايا قدمته مع الصوص، ممكن ديروا اي صوص بغيتو. انا هنايا درت الصوص ديال فخوماج. وبصحه وراحه، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.